انا ببيع اونلاين كويس وعندي صفحه على الفيسبوك وانستجرام وتيك توك، ليه اضيع وقت وفلوس على ويب سايت؟ السؤال ده بيتكرر كتير جدا، بس الحقيقه الويب سايت مش رفاهيه، الويب سايت هو الامان والاستقرار لمشروعك. لو انت صاحب مشروع او بتبيع اونلاين لازم تبص للويب سايت مش على انه خطوه زياده، لكن على انه البيت الرسمي لشركتك على الانترنت. ده المكان اللي تقدر تقول فيه كل حاجه عنك بطريقتك وتتحكم فيه 100%. المشكله في صفحات السوشيال ميديا انها مش ملكك، فيسبوك او انستجرام او تيك توك كلها منصات بتغير شروطها بشكل مستمر، وده هيخلي في ثانيه ممكن صفحتك تتقفل او توصل لك مخالفه، ممكن كمان بدون سبب يتغير الالجوريزم ومحدش يشوفك وتكون ضيعت سنين شغل ومتابعين ومبيعات فجاه. ثانيا الويب سايت بيبقى هو المقر الرسمي لشركتك، يعني زي ما بتفتح محل او مكتب على الارض، الويب سايت هو وجودك الرقمي اللي عليه اسمك وبياناتك وخدماتك وداتا العملاء بتاعتك، وبتكون انت المتحكم الوحيد فيه. ثالثا العميل الجاد بيدور على الويب سايت بتاعك قبل ما يتعامل معاك، سواء مستثمر او عميل جديد او موزع او حتى جهه رسميه. اول حاجه بيدوروا عليها هي هل انت عندك ويب سايت وهل شكله احترافي ولا لا، ولو ما لقاش بيشوف غيرك. رابعا محركات البحث بتوفر لك مصدر عملاء جاهزين يشتروا، يعني الناس اللي بتدور في جوجل وتدخل على الويب سايت بتاعك لو الاس اي او معمول فيه بشكل مدروس وسليم، دول بيكونوا جادين فعلا، ووجودك قدامهم في الاول بيفرق 100% في قرار الشراء. الخلاصه لو عندك بزنس حقيقي لازم تعرف ان الويب سايت مش اضافه، ده جزء اساسي من البنيه التحتيه لشركتك، وكل يوم بتاجله هو يوم بتخاطر فيه ومستقبل البزنس بتاعك والمبيعات. لو لسه ما عندكش ويب سايت ابدا دلوقتي، حتى لو بويب سايت بسيط بيعبر عنك. تابعنا عشان تعرف ازاي تبني ويب سايت احترافي يخلي مشروعك اكبر واقوى وامن. تقدر تتواصل معانا على رقمنا او على زياره موقعنا، وتيم لود سيرف هيساعدك.